معقول الحكومة خصها مسؤول. هادشي ماشي 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 معقول الحكومة خصها مسؤول. الحكومة خصها مسؤول. نبغينا يكون بالوحدة والتضامن. 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 نبغينا يكون
الوقفة كتجي في إطار احتجاج على القرار اللي اتخذت وزارة الصيد كنقول في حق مدينة طنطا. يعني ملي تنقول في مدينة طنطا يعني ملي تنوقفوا النشاط الاقتصادي ديال الصيد في طنطا، يعني تنوقفوا العجلة الاقتصادية بروماتها في مدينة طنطا. مدينة طنطا وبالخصوص الوطية كتعتمد على الميناء كمصدر رئيسي ديال العيش ديال الساكنة. ما تنقولش ديال البحارة لأن تنقول ديال الساكنة وديال البحارة. يعني حنايا القرار ديال الوزارة إذا كان النية ديالها المحافظة على الوطن السمكي حنا ماشي ضد، إنما كنتمناو على الوزارة أنها تستند المسائل العلمية وتثبت بأنه العكس ما هو موجود. نقول العكس ما هو موجود. اليوم تنشتغلوا على السردين الحجم ديالو كبير، وفي هذه المناطق بالضبط اللي تغلقات هي مناطق فيها السردين الغليظ، وهذا الشيء بالشهاده ديال البندوبيه ديال الصيد البحري وجميع السلطات المينائيه اللي كاينه في الميناء. اليوم الوقفه ديالنا قد تجي بان ضد الارتجال اتخاذ القرارات، وحنايا مع الانخفاض ديال الثروه السمكيه، لان حنا بحاره ماشي موظفين. يعني الماكل يعني العيش ديالنا والمصدر ديال الرزق ديالنا كيف البحر. حنا الاولى بنا باش نحافظوا على الثروه السمكيه، انما القرار اللي كيكون فيه شيء من الارتجال وشيء من هذا وقدامنا الضحيه غادي يحرموا هاد الناس ديال الساكنه ديال طنطا ديال الغوطيه بفرحه العيد. كاين عندنا الدخله ديال الدخول المدرسي ديال الناس كترتج من الان على القوت ديالها وعلى التمويل ديال هذا الدخول ديال المدرسي وعيد الاضحى كما قلتم. يعني حنايا وقفه ديالنا وقفه رمزيه، كنعتبرها رمزيه لانه خدينا بعين الاعتبار وهو مساله الاحتفال ديالنا بذكرى 20 غشت. لهذا خدينا الرمزيه في الوقفه. يعني ما كانش لحينا على الحضور الكثير، انما على اشخاص معينين اللي كل واحد منهم تيمثل واحد العدد العناصر. كاين قدامنا هنايا الناس اللي تيمثلوا الناس ديال الغنضات، الناس ديال التاكسيات، مي الحوانات، البحاره، المجهزين، يعني جميع الاصناف ديال الفاعلين اللي متواجدين في هذه المنطقه. يعني كنتمنى على الوزاره انها تعيد النظر في القرار ديالها بدون ما تلغيه، غير يعني بغينا غير تعديل ديال القرار. وهذا هو اللي تنطمحوا، ماشي تنطمحوا على انه يتحيد القرار نهائيا باش نكونوا بحال المواليد. غصد نسكر الوقفيات غمسيرين الميناء طنطا نظرا في القانون اللي تصدر الوزاره فمسيرين تحديد المصايد. كوني المشكله دار في الناس نسكر احتجاجنا، لان فانا عشرات الميال سوف لا يعني خصها غنغمر دمس الشروطيات. حنا كوني بوركان اللي دارنا غيلان كان راني بوركان الصيد التقليدي وكان الحاجه اللي كان يبوركا يعني التقنيات اللي خصها الوزاره غادي تاوي القوانين. نكوني مش كدس كواسات نخدم غماسين في المرصايا ولا كيصور انت في المشاكل غماسين الوقت غوس كواسات غماسين نصيف يعني شهر 5 شهر 6 شهر 7 شهر 8 ارجستي لينا يسلمان ارجستي لي سلمان بولكينين ارجستي لي الجوده يسلمان يعني. ولكن مع الاسف الشديد ان الوزاره تشكد باش تحرم غماسين انت سيرتو غلوقتا غوس كواس اللي غادي لي يسلمان ولا كيستي لي تسردي في الصين ارجستي لي يسلمان اللي مقورنين الحجم اللي مقورن. اما الحجم الصغير نكون نكرت كلشي غماسين المنطقه ياد ولا المنطقه العيون راني انت فات السرديل انا اختي لي شهر 1 شهر 2 شهر 3 شهر 4 انا مسيدين شهر 5 انا تختار من كوني الشهورايا قيست لا الراحه البيولوجيه نكوني بحري الناس فتان الرئيس الناس فتان كرا اللي تعلق 5 مسيدين الحنطايه راه كاين ودي
المعقوله يا الدينين نكوني لو اختاغو سكواس نسنت سما سيدي انتي سلمانه التيمغور نسنت سلمانه التجين التكانه رقسنتي لي البنه اذا نكوني الوزاره مع الاسف القانون اللي تصدر غماسين باش فلات نخت الصحراء ما نقمر غماس الصيد الساحلي نقمر لا علي البحار غاد نكون نترفض رفضا تاما نكوني غادر نقبل غنزد نشكا غصه اللي غنسكر الوقفه يا غماسين طنطان نكوني غادي نزيد غماسين نضلق الرحيم. الحليم الصديقي كاتب عام الجامعه الوطنيه للسيد البحري. اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه جينا كنحتجوا ضد القرار الصادر من وزاره الفلاحه والصيد البحري والقاضي باغلاق المنطقه ديال الصيد البحري المجاوره لطنطان بدون اخذ بعين الاعتبار يعني الانعكاسات ديال هذا القرار على الاوضاع الاجتماعيه الحاره وكذلك على الاوضاع الاقتصاديه ديال المدينه ديال طنطان. حنا كنعرفوا جميعا على انه الميناء ديال طنطان هو الشريان الرئيسي الوحيد اللي منه هذه المدينه يعني كتعيش. فصراحه هذا القرار هذا جاء بشكل فجائي وتم الاتخاذ ديالو دون استشاره ودون يعني اتخاذ بدائل اخرى لصالح البحاره وصالح المعنيين وكذلك من اجل تنشيط المدينه. لهذا كنطلبوا السيد وزير الفلاحه والصيد البحري مراجعه ديال هذا القرار، وإلا ثبتت الدراسات العلميه انه كان صغار ديال السمك السردين في هذه المنطقه فكنطلبوا من الوزاره انها تغلق المصايد من الداخله حتى لطنجه وبالتالي تكون واحد العداله في القرارات. اما اننا نمشيو ونعدموا مدينه كامله بحاره ديالها بالسكان ديالها فهذا كيبان لي انه القرار ما كانش سليم. واللي كنراهنوا عليه هو الحكمه ديال المسؤولين ديال على وزاره الفلاحه والصيد البحري يراجعوا هذا القرار. ما فيها عيب الا رجعوا القرار لانه مصلحه ديال المهنيين ومصلحه ديال المدينه. وشكرا للجريده ديالكم صحراء نيوز على هذه التغطيه الشامله. أبو حمد محمد رئيس عاونية الحارة النسوان الأكاديمية الشمالية. جينا لهنايا كنستذكروا هذا القانون الصادر من وزارة الصيد البحري كنستذكروه لأنه ليس قرار تشاركي بين المهنيين اللي خاص، لأن القرار إذا غادي يدار خص يكون تشارك يكون واحد القرار متفق عليه ما بين الوزارة والمهنيين والبحارة. وهذا الوقت اللي دارت في هذه الراحه البيولوجيه لا تصلح لاقتصاد البلاد ولا اجتماعيا واقتصاديا. بالنسبه للبحاره وكذلك بالنسبه لربابنه القوارب عندنا واحد العدد ديال البرقوات كيسالهم الكريدي وما عندهم غير دقيقه باش كيخدموا فين تيصلحوا داكشي اللي كيسالهم فين كيصلحوا فيه البواخر ديالهم. وبالنسبه للمعيشه ديال البحاره ما عنده غير 3 شهور. 3 شهور هي اللي كاينه عند البحار باش كيرضي المعيشه ديالته. الراحه البيولوجيه مزيان البلاد ولكن واحد الوقيته اللي خاصها تدار فيه، مثلا من الشهر 1 حتى للشهر 3 والشهر 4. وطنطا ما خصهاش تدار فيه. طنطا راه ديما فيها الراحه البيولوجيه، راه من الشهر 12 طنطا راه ما كيبقى فيها بارك حتى للشهر 6 والشهر 7 ما خصهاش تدار فيها البيولوجيه. خصها تدار في الموانئ الجنوبيه كالدهره وبوجدور والعيون، ولكن في الشهور اللي خاصها تدار فيها، ولكن ماشي في الشهور اللي فاش تيخدم البحري وكيصور فيها واحد شويه ديال باش نعيش لولادو باش نجيو ونقنطروا عليه. وهذا الشيء راه ماشي في صالح البحري ولا في صالح المجتمع المدني ولا في اي حاجه. هذا كنستذكروا بزاف وكنطلبوا من الوزاره اعاده النظر في هذا القرار. لا بد من الاستشارات والحوارات ما بينهم وما بين المهنيين والبحاره. هذا الشيء اللي كنطلبوا به. اي قرار خاص يدار بواسطه حوار المهنيين، لان المهنيين هما اللي كيعرفوا حاله المهنه ديالهم، ماشي اي واحد جا كيدير ما بغى. هذا الشيء كنستذكروه. وعاش الملك والله يجازيكم. جمعية ربابنة الصيد الساحلي بأكادير والموانئ الجنوبية. اليوم جينا ضمن هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار القرار المتخذ من طرف الوزارة من الأحادي الجانبي الذي يتخذ من طرف الوزارة الذي يقضي بوقف النشاط على مستوى ميناء طنطا أو على مستوى ميناء إفني. ربما هذا القرار قرار جائر في حق البحارة وفي حق المهنيين، لأن ما اتخذش بعين الاعتبار مجموعة من الحيثيات مجموعة من المشاكل التي ستصدر عن هذا القرار. ربما حنا اليوم تنستنكروا ذاك القرار المتخذ من
الجانب الواحد نظرا لعدم الاستشارة المهنيين واستشارة البحارة بشكل خاص، لأن اليوم كما تنعرفوا طنطان عندها الشريان الاقتصادي والقلب ديال الاقتصاد ديالها هو من طنطان. ربما إلا تسد راه تسدات طنطان كاملة على مستوى جميع القطاعات الأخرى، لأن هي المحرك الأساسي ديال هذه المدينة هذه وديال الجهة بشكل عام. إلا جينا حنا ما نقولوش ضد المحافظة على الثروة السمكية، فعلا حنا مع المحافظة على الثروة السمكية، وإني في إطار واحد الاستشارة ديال المهنيين والاستشارة معمقة والحوار الجاد مع المهنيين. اليوم تتعرفوا باللي الدخول المدرسي على الأبواب وعيد عيد الأضحى المبارك على الأبواب، ربما مجموعة من الانشغالات والاهتمامات والمصاريف زائدة لدى البحارة ولدى المهنيين اليوم راه قدامهم ربما عاجزين، لان تنعرفوا البحري ما عنده دخل قار، ما عنده شهريه، عنده غير ديك شويه الحوت اللي تيجيب من البحر. الا كانت الوزاره تاخذ هذا القرار ربما تاخذ مطالب ديال البحار بشكل عام وبشكل خصوصي، لان ما عندوش مورد اخر من غير هذا. الا كنا تنقولوا حنا مع المحافظه على الثروه السمكيه، ربما الا كانت على مستوى الوطني غتفيد الجميع وغتكون في على مستويات الموانئ المغربيه كامله، لان ماشي طنطان هي بوحدها اللي فيها الحوت ولا فيها السردين الصغير، ربما جميع الموانئ المغربيه فيها السردين الصغير. والا كان غيتاخذ واحد القرار يتاخذ على مستوى جميع الموانئ المغربيه في الفترات ديال التوالد وفي الفترات ديال صغار السردين. ربما احنا فعلا مع المحافظه على الثروه السمكيه، لكن في اطار واحد الطريقه الممنهجه في المحافظه على العنصر البشري بشكل عام. اليوم حنا تنستنكروا هذا القرار الجائر في حق هذه البحاره، وحنا راه واصلين اليوم غنقوموا بواحد وقفه احتجاجيه قدام مندوبيه الصيد البحري بطنطان، ونهار الخميس ان شاء الله ربما غنديروا مسيره من المرسى حتى العماله ديال طنطان. الى جاب الله ما استجبرت الوزاره الوصيه المطالب ديال هاد الناس، وجلسات لطور المفاوضات من اجل ايجاد حل يرضي جميع الاطراف. وشكرا. فضيلي كاتب عام وطني للنقابه الوطنيه للبحار السمكي. انا اليوم كنحتج على هذا القرار اللي صدرته الوزاره بدون اشراك الجمعيات المهنيه، بما فيها القرار 07 الصادر في 1 غشت 2014، هو الذي كيفاجئ البحاره بانه رجعوا من العيد الصغير جاوا معولين على الخدمه، وطاح هذا القرار هذا، والبحاره مقبلين على عيد الاضحى ومقبلين على الدخول المدرسي. يعني البحري كاين اللي ما عنده ما ياكل من غدا، ولكن السيد الوزير يعني ما جابش يشوف حاله البحر فاش عايش، وسيادة على هذا الشيء الضمان الاجتماعي زادوا البحري باش ل 62 وكيتوقعوا 65 من هنا 2020. هذا الشيء راه عيب وعار، وحنا كنوجهوا لجميع السلطات المعنيه بالامر ان الضمان الاجتماعي البحاره كيخدموا 24 ساعه الصبح على 24 ساعه، يلاه ساعتين اللي كيجلسوا في البر. يعني حنا كنطلبوا 55 سنه ينقصوا لهم في سن التقاعد، يعني الجور 55 سنه، لان البحر كيعمل بالليل وبالنهار عمل شاق، وما كاين في بركو بلاصه مريحه فين يستريح، وكذلك تماره وكثر الضغوطات. لهذا كنطالبوا يشوفوا من المشاكل ديال هذه البحاره في هذا الاطار هذا، والناس الا بغاو يديروا قرار ديال هذا الراحه الوجهيه مثلا 30 يوم يديروا 10 ايام قبل عيد الاضحى و20 يوم مورا عيد الاضحى، باش يخليو البحاره فين يتنفسوا شويه، ماشي دابا جايين جوجين من العيد الصغير ولا وسط العيد الكبير باش غادي يشريو هاد الناس العيد ديالهم، باش غادي يشريو كتوبه لولادهم. يعني هذا الشيء ماشي معقول. وكنقولوا هاد القرارات تفاجئنا بقرارات انفراديه، يعني ما كتستشر مع التمثيليات المهنيه ولا نقابات مهنيه اللي كتدافع على البحاره. لهذا كنقولوا بانه خص يراعيو المشاكل ديال البحاره ويشوفوا من حالهم، لانه في وضعيه صعبه جدا. وكنتمناو السيد الوزير، حنا ما كنرفضوا هذا القرار الصادر في 07 الصادر في 1 غشت 2014، لكن حنا كنطلبوا يعني يخليه تيفوت عيد الكبير والدخول المدرسي وما كاين مشكل. و10 يعني ما كاين فيها شكون هذا اللي غادي يجيب الحوت، ما غاديش يكون في 10 هاد الناس يلاه كتخدم 5 6 فاش كتلقى ذاك الحوت. ومنع طنطا في حوت غليظ يعني المسموح به صيدوه، لكن مدينة العيون فيها الحجم الصغير هاد الايامات، يعني كل البركوات الا مشاو ديال طنطان وديال العيون يعني راه بزاف على ميناء العيون، يعني كلشي غيتجه للمضاخات ديال دقيق السمك بحكم هذه الازمه الاقتصاديه اللي كاينه. المعامل
ما باغيين والو، يعني كل هاد البركوات اللي جاو يشدوا العيون يدوا الحوت من ميناء العيون، يعني كلشي غادي يبقاو ازمه على يزيدوا ازمه على الاخرى. وكنوجه هذا النداء للسيد الوزير، انا ماشي ضد القرار، وانما كنقول ينقص يحيد هذا القرار اللي طيفوا عليه ان شاء الله باش تصور الناس واحد الشويه من مقبل عيد الاضحى. وشكرا والسلام عليكم، وكنشكركم على تلبيه الدعوه ديالكم الموقع ديالكم تي في صحراء نيوز، وكنشكروا بزاف وكنشكروا الطاقم اللي كيعمل، وكنشكركم على البرامج ديالكم. شكرا والسلام عليكم. لان لا يعقل في الدستور ديال 2011 اللي عطى للمجتمع المدني الحق ديال التشريع، كنلقاو اليوم الوزاره ديال الفلاحه والصيد البحري كتاخذ قرارات كتهم المهنيين وكتهم البحاره وكتهم المعنيين بالقطاع ديال الصيد البحري دون ادنى استشاره، كانه وزاره الفلاحه والصيد البحري كتعيش في عالم اخر ما كتعيش في المغرب. لان هذه القرارات الارتجاليه اليوم، هذه الوقفه الاحتجاجيه كنطقوا بها ناقوس الخطر، وكنقولوا على ان الوزاره ديال الفلاحه والصيد البحري خاصها تراجع على هذا القرار، لان هذا القرار كيضر المصالح ديال البحاره اللي هما الشريحه الضعيفه. فاليوم هذا البحر اللي كنسرحوا مده ديال شهر ونص، شكون اللي غيعطيه ياكل؟ شكون اللي غيعطيه يعيش؟ الوزاره قبل ما تاخذ اي قرار كان خاصها تفكر في بدائل. علاش ما دير صناديق ديال التعويض؟ اليوم الحكومه بغات لنا صندوق ديال التعويض على فقدان الشغل، هذا راه نوع من فقدان ديال الشغل، انك كتسرح المئات بل الالاف ديال البحاره هما والعائلات ديالهم وتتركهم وحدهم للقدر دون مورد رزق. هذا دليل على التعاطي لا مسؤول ولا ايجابي ديال الوزاره، وخاص المسؤولين داخل قطاع الصيد البحري يفكروا في هذه الشريحه اللي كتعيش الاف ديال الاسر. اليوم مدينه من حجم طنطان اللي كتعيش على الميناء الوحيد وكتعيش، وكان كما كنعرفوا ان طنطان واحد الفتره ديال الشتاء ما كتخدمش، كيكون ريح كيكون موفيطون، كتخدم في الصيف وجيتي في عز الصيف يعني الفتره ديال الخدمه وكتغلق الميناء، وبالتالي كتغلق الاقتصاد شرايين الاقتصاد ديال المدينه ديال طنطان. اليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي شاركوا فيها البحاره سواء من طنطان او من اكادير ومن عموم الوطن هي دليل على انه البحاره راه كيوقفوا وتينتقدوا هذا القرار وتيقولوا بانه الوزاره خاصها تغير هذا القرار وخاصها تعدلوا وتعتمد المقاربه التشاركيه. كاين التمثيليات المهنيه، كاين التمثيليات الجمعويه، كاين المجتمع المدني، وكاين الممثلين البحاره، تعتمد المقاربه التشاركيه وتراجع على هذا القرار. فمن الاحسن لها تراجع على هذا القرار، ماشي عيب الا كان القرار خاطئ وتراجعنا عليه، العيب هو اننا نستمروا في الخطا ونقضيو على الامل والمصالح ديال بعض البحاره. اليوم الدول كتجيب استثمارات ولو بمئات الفرص الشغل كتجيبها من العالم كله. اليوم عندنا حنا الحمد لله استثمارات قائمه الذات، عندنا مهنيين قاموا باستثمارات، عندنا دوله دارت مجهود كبير باش حلات ميناء داخل مدينه طنطان، وكنجيو بجرة قلم ونلغيو هادشي كلشي ونخرجوا بواحد القرار اللي تيتعارض بتاتا لا مع المصالح المدينه لا مع المصالح البحاره لا مع المصالح المهنيين. اليوم هذه الوقفه هذه دليل على انه الجميع كيرفض هذا القرار، وكنطالبوا من السيد وزير الفلاحه والصيد البحري ان يوصلوا هذا النداء يراجع هذا القرار هذا، والا كان دراسات علميه كتبت على انه كاين صغار السمك فكنطلبوا من الوزاره تكون عندها الجرأه وتغلق الموانئ من الداخله حتى لطنجه ونعتمدوا مبدا ديال تكافؤ ديال الفرص بين المهنيين كاملين. فكيفاش اليوم حنا كنغلقوا ميناء طنطان وكنفتحوا الداخله للمراكب اللي هي لي ريس دبليو اللي كتجيب العطلان وكنضربوا الاستثمارات ديال المهنيين الحقيقيين. المهنيين الحقيقيين اليوم هما اللي في الصيد الساحلي. الصيد الساحلي هو المهنه العريقه اللي عندها ارث تاريخي قديم. اما ريس دبليو راه واحد جاب شكاره شكرا باطو غدا غيمشي ملي تستنزف الثروه غادي يمشي. اليوم ماشي بداعي اننا نقولوا راه تقدمنا في المخطط الاستراتيجي اليوتيس، راه درنا على انه تاخذ قرارات سليمه وتنزل المخططات ديالها بدراسه وباستشاره. اليوم ما بقاش استشاره، الوزاره كتاخذ اي قرار الوقت اللي بغاتو كديروا كاننا كنعيشوا في عالم اخر، في حين انه وزارات اخرين وقطاعات اخرين قبل ما كياخذوا اي قرار كيستشروا مع الناس. اليوم هذه المهنه اللي هي ديال الصيد البحري هي المهنه الوحيده اللي عندها ارث عريق، عندها الامانه ديالها، عندها الجمعيات، كاين الغرف، كاين التمثيلات كاملين، والوزاره صم الاذان ديالها وكتطبق القرار باش يدار في هذه الوقيته. ما دارش هكا اعتباطا ان تم الاختيار ديال شهر 8، لان الجميع كيعرف ان شهر 8 شهر ديال الكونجيات والبحارات تيكونوا مشغولين وليزارماتور مشغولين، الموظفين مشغولين، الراعي العام تيكون مشغول ويتخذ هذا القرار، مع العلم انه المخطط ديال التهيئه ديال مسيادات السردين شمال بوزدور عبرت جميع التمثيليات المهنيه على الرفض ديالو. اليوم هذه راه غير درجه اولى، يعني الاغلاق هذا وغيتبعوا مخططات اخرين، وخاص البحار يوعاو لان هذا هو المصدر ديال الرزق ديالهم.
البحاره خصهم يعاو، خصهم يدافعوا على راسهم. اليوم الدستور عطى لكل واحد الحق باش يتكلم. صاحب الجلاله الملك حسن محمد السادس نصره الله كيقوم بالمبادره، جميع المبادرات باش يحسن الظروف ديال المغاربه، باش يحسن العيش ديالهم. كتشوفوا في الشمال، في الجنوب، في الوسط كيمشيو كيدير القرى الصيادين، كيبني الموانئ، كيبني طرق السياره، المطارات باش يخلق فرص الشغل. واليوم الوزاره كتناقض مع القرارات ديال سيدنا، لانه ملي كتغلق ميناء وكتقضي على فرص الشغل يعني انت كتناقض مع السياسه العامه ديال الدوله. ولا يعقل انه من باب التضامن الحكومي رئيس الحكومه اللي هو عبد الله بن كيران خاصو كذلك يتحمل مسؤوليته. راه كيبان لي ان القطاع ديال الفلاحه والصيد البحري في واد والمخططات الحكوميه في واد. لهذا نهيب لا برئيس حكومه ولا وزير الفلاحه والصيد البحري باش يتحمل المسؤوليه ديالو ويراعي هاد الضعفاء والمساكين. هاد البحاره اللي المورد الرزق ديالهم الوحيد هو البحر. فباسمكم جميعا كنشكروا جميع المهنيين والبحاره الحاضرين في هذه الوقفه، وكنقول لكم على انه البدايه هذه ومازال المسار طويل ان شاء الله، وكاين اجراءات اخرى اللي غيقوموا بها التنظيمات المهنيه والنقابيه من اجل الدفاع على المصالح ديال هذه الفئه العامله في قطاع الصيد البحري. جالس ليه كيتفرج فينا لان هذاك بوط داكسي الا مشاو هاد البحاره من هذه الميناء اش غيهز فهمتي. يعني الجميع متضرر، لان حنا اليوم كنكررش الكلام اللي قال الاخ عبد الحليم، تنهيبوا بالوزاره باش تراجعوا على القرار ديالها، لان القرار ديالها فيه واحد النوع ديال الحيف ضد هذه الشريحه الضعيفه. لان حنا دابا حنا البحاره ديال الصيد الساحلي هما الحلقه الضعيفه في هذه المساله. اليوم لي ريزولفي يعني دوك البواخر ديال الحديد اللي كاينين في الداخله هما اللي كيدمروا الثروه السمكيه. ولكن اش من اجراء كدير هذه الوزاره ضد هذوك الناس؟ يعني اشنو اللي كدير؟ يعني حقره على الحلقه الضعيفه اللي هما البحاره ديال الصيد الساحلي والمجهزين ديال البحاره ديال الصيد الساحلي. لهذا كنهيبوا بوزاره الصيد انها تراجع على القرار ديالها او بحد الادنى تعدلوا باش تاخذ بعين الاعتبار بانه كاين قدامنا دخول مدرسي، كاين قدامنا عيد الاضحى، كاين قدامنا القوت اليومي ديال الناس. لهذا تنشكروا الجميع مره اخرى وتنقول بانه هذه غير بدايه كي قال السي عبد الحليم، ولنا لقاء ان شاء الله في وقفات نضاليه ان شاء الله ضد هذا القرار ريتما تراجع الوزاره على القرار ديالها. السلام عليكم، عطار عبد الله رئيس جمعيه ارباب وربان الصيد الساحلي السين في السرديل بطنطا. حنا للمره الثانيه غادي نهضروا مع الوزاره الوصيه على هذا القرار اللي كتلوحوا علينا بحال شي رعده. المره الثانيه ولا المره الثالثه ولا المره الرابعه ولا المره الخامسه غادي نبقاو نقولوا خاص الوزاره الا كانت غادي تاخذ شي قرار خاص تجلس مع المهنيين وتجلس مع الممثلين وتجلس مع الجمعيات وتجلس مع السلطات اللي كاينين في الميناء باش يعاونوهم في هذه المشاكل اللي كنطيحوا فيها حنا. حيت الوزاره شنو كتقول لك بلي ان كاين الحوت الصغير. الحوت الصغير ما كاينش عندنا حنا في هذه المنطقه، كيكون راه كاين بعض البلايص اللي كيكون فيهم خاص يجوا الانراش ولا البحث العلمي يجيو يستاشروا معنا. حنا غنوريهم المناطق اللي فيها الحوت الصغير وحنا مستعدين هذوك المناطق ما نتزوجوش ما غاديش نخدموا فيها. وكنقول للوزير يتراجع في هذا القرار هذا، راه حنا ما عندناش شي بلاصه اللي غادي نمشيو لها من غير هذه المنطقه هذه. والا كان غيتاخذ شي قرار وكيقول بان الحوت كيتوالد في شهر 8 راه خاص من طنجه الوراق هي اللي غادي توقف ماشي طنطا وحدها. شكرا. الجمعيه الوطنيه للمحافظه على الثروات السمكيه حنا كنوقفوا اليوم واحد الوقفه احتجاجيه على حساب هذه الوقفه ديال الميناء ديال طنطا، وقوف ميناء طنطان من حيث السردين اللي توقف من طرفايه حتى سيدي فني. حنا ضد هذه الوقفه هذه اللي دارت القرار الوزاري ضدها بصفه عامه لانها ما جاتش في الوقت ديالها. الوقت هو الوقت ديال العمل ديال الخدمه. السردين كاينه تبارك الله السردين غليظ 19 في المول 19 في المول. المحضر ديال الامارين اللي داروا تصيفط الوزاره تصيفط 19 في المول ما تصيفطش بالجيفين يعني يكون ترقيق. ولكن حنا كنقولوا للسيد الوزير الا بغى يسد الميناء يسد الشرقي ديال طنطان ولا الغربي ديالها. ما يمكنش يشد لازون ديال طنطان كلها ويقول لك اسيدي 10% الفوق. 10% شكون غيخدم على الفوق؟ كاين غيخدم على 10%. على هذا السبب هذا نحن اليوم كنديروا واحد الوقفه نهار الخميس ان شاء الله. الا ما اتخذ لنا القرار بصفه لينا الوزاره واحد القرار اللي يقدمنا نخدموا، حنا غادي نديروا واحد المسيره هي غتكون مسيره كبيره ان شاء الله.
والجيفين اللي كيقولوا راه ما كاين في طنطان، اهل مكه ادرى بشعابها. حنا اللي كنعرفوا بلادنا وعارفين اش كاين. وانا رئيس ديال الجمعيه الوطنيه لحمايه الثروه السمكيه عارف انه ما كاينش جيفيني. لو كان جيفيني راه انا الاول غادي نوقف. اليوم انا راه كنقول ان الجيفيني ما كاين في طنطان. وشكرا. الله يجازيه بخير. نشوف من ناحيه السكينه ديال الوطيه، ومن ناحيه السكينه ماشي غير الوطيه، من ناحيه المغرب كله. حنا راه خدامين جاي من الصويره، من اسفي، من جديده، من المحمديه، كله بحاره كاينين هنا. وكنطالبوا من السيد الوزير الله يجازيه بخير يدير لنا شي حل هاد الكارثه اللي وقعت دابا. راه حنا راه فين غادي نمشيو؟ هذا العيد الكبير، هذا الدخل المدرسي، راه حنا وقفنا لا اله الا الله محمد رسول الله. وكنطالبوا من السيد الوزير الله يجازيه بخير يشوف من ناحيه السيد البحري، راه ان الله غفور رحيم. وحنا راه حنا ضايعين، وكنا خواننا البحاره كلهم ضايعين. الله يجازيه بخير. العيون راه فيها الحوت صغير، راه خاص يسد من طرفايا العيون داخله اللي كنعرف. راه كاين دوك الصوابر تما راه كيقتلوا الالاف ديال الاطنان، وهما راه عندهم عشرات الناس، عشرات البحاره. وما بين الفرق ما بين عشرات البحاره ما بين 30 و 36 بحري باطو سردين. انا كنهضر، انا بحري وكنهضر باسم البحاره، كنقول لك 30 بحري 36 بحري اللي هما خدامين في الباركو وصبحوا اليوم واقفين. فين غادي نمشيو؟ اش غادي نديرو؟ اشنو هو الحل اللي غادي نديرو السيد الوزير؟ يشوف الله يجازيه بخير، يشوف لنا شي حل اللي هو اللي يرضي الجميع، اللي يرضي الحكومه. الحكومه راه ما كتطلبش هذا الشيء اللي كيدير السيد الوزير. اذا كان السيد الوزير قرر بهذا القرار الله يجازيه بخير، انه يشوف شي نظر اخر، يشوف شي حل اللي هو يناسب السكينه وبالنسبه للمغرب كله. هادشي اللي كنطالب. نقولوا له يا سيدي الله يجازيك بخير، اش بغا يوقفنا حنايا؟ مالو ما يوقف هذوك الناس اللي في الداخله، اللي كاين اللي كيخوي 200 طن ديال الكوربينه كيلو حار البحر، 200 طن ديال الدوره هذا كيورق على البوطون، كتخرج كتبقى عايمه فوق الماء محشومه عليه. حبس هاد البحريه هنايا. كنتمنى من الله تعالى يشوف فينا، وكنقولوا للسيد الوزير يشوف بحق هاد البحريه مساكن. راه كاين اللي ما عنده حتى باش يضحي حتى لولادو، كاين اللي ما عنده حتى باش يشري حتى الكتوب. وهذا الشيء راه بزاف. الحوت الرقيق راه كاينه في العيون، ما كاينش هنا. يحبسوها طنطا راه ماشي حشومه. لو غيحبس راه يحبس من ايفري حتى للداخله. ناس بيلاجيك خدامين، هاد 9 الناس 100 الناس في الباركو ديال البيلاجيك كيس 400 طن 500 تاع السرديه. وهنايا كنهزحنا 30 طن، داير طبق ثاني 30 طن، قلنا ما كاين مشكل وتحبسونا راه حشومه عليكم، راه العواشير هذه. وكنقول لك سعاده الوزير الله يرحم لك الوالدين لما شوف فينا وشوف هذه البحريه كامل. وشكرا. الاسم ديالي الدسر عبد الله البحري، هذا الميدان هذا ديال السرديه. المهم في هذا القرار هذا كان القرار هذا اللي خرجته الوزاره باش على حساب الميال 10 الميال ولا شحال قالوا، هذا قرار ماشي تنمي. وكما كتشوف احنا دابا الباركوات كلشي هنا على الرصيف، كلشي جالس، الدراري كلشي كينعسو كيفيقوا، ما كاين لا خدمه لا والو. والعواشر هذه ما عندنا باش نعيدو، ما عندنا والو. المهم كنطلبوا من المسؤولين من السيد الوزير بهذه القرارات الانفراديه اللي كياخذوا على الاقل يستشر مع البحاره والمهنيين باش يعرف الوقت اللي غادي يخرجوا فيه القرار. المهم هذا سميتو هذا اضراب هذا ولا ما عرفت شنو هذا الشيء هذا، راه حنا ما كان اللي علمنا على حساب انه غيكون اضراب ولا وقفات ولا كذا. المهم الناس راه موالين الشي الباترونات الرئاسه راه النص ديالهم راح، وحنا راه هنا كنتسناو هنا بحال الا ميتين، وعندنا وليداتنا وعندنا المصاريف كما كتعرف الدخول المدرسي هذا زياده على العيد. كنطلبوا من الوزاره دير شي قرار اللي هو سميتو الا بغاو هما مثلا يطبقوا الميال ولا غادي يسدوا المرصى، خص يكون واحد التعويض اللي هو معقول. مثلا واخا غير واحده 1500 درهم ولا 2000 درهم يعطوها لنا شهريا، راه كيستافدوا معنا حنا. راه كاين اللي عنده 4 الوليدات، كاين اللي 5 زائد الكرا زائد الترونسبور. حنا راه خدامه ديال الدوله. الوقت فاش كيبغيو يتخذوا شي قرار اللي هو راه القرار هذا كيتسمى قرار قاتل،
راك عارف كاين دابا البارك كاين على هذا البارك راه كلشي من هذا الحجم هذا كاين 30 واحد حتى 40 واحد. هادو غير الناس اللي كتخرج كتخدم في البحر، وراك عارف 30 واحد راه شحال من عائله كل واحد عنده 3 4. راه الناس مضرورين اقسم بالله. هاد الناس هادو اللي كتشوف دابا فوق المول راه شي ناس دابا في الباركوات ما عندهم حتى باش يطلعوا، ما عندهم حتى 10 دراهم. جاب الله دابا هاد الناس هادو مخلي لهم الكوزينه كيجيبوا داك الغدا والفطور وهادي، وراك عارف على قد الحال الناس كتمقط، وولادنا والعائله ديالنا راه مساكن راه حاسبيننا خدامين وهادي، وحنا راه مريحين راه ما كاين شيء. وبهاد المناسبه ديال العيد راه والدخول المدرسي راه شي حاجه زعما كاين ما كنتقالو. راه كنطلبهم من الوزير يدير شي حل راه باش يوقفنا، راه ماشي معقول. الا غيوقفنا خصو يعوضنا، والا ما قدرش السيد الوزير الصيد لهاد المسؤوليه يخليها لجلاله الملك اللي حنا دايرين فيه الثقه بانه ما غاديش يفوتنا ويقدر علينا. حنا راه ولادو بوفري هاد الطبقه هادو، لان عارف بان هاد الطبقه اللي كتخدم في هاد الدومين هذا ديال السردين وكذا ديال البحر، الناس اميه وما قارياش وراه ما عندها مسكين عارفين تحفر غير هنا. وحنا راه ما كنطلبوا لا حقوق لا والو، بغينا هاد الشيء ديال البحر يطلقوه لينا هنا، ما يسدوناش. يقول لك 10 د الميل من حنا عندنا البيلاجيك باش نمشيو لا سميتو، راه ماشي معقول. هذا هو السلام سميتو. الرساله كبيره، ولكن المهم نكتفوا بهذا القدر. نشوفوا السيد الوزير هذا القرار خصو نهائيا يتخلى عليه، وإلا بغى شي حاجه خصو يبدا يعيط لينا ويريح معنا ولا يريح مع المسؤولين. هذا الا ما كان ما خصو هو والو. حنا راه كيما كتشوف راه كاع هادشي مخصوص، راه كاع كتشوف دابا مثلا هاد الناس كتشوفهم لاويين، كتقول كتشوف وجههم كتلقاهم لاويين، كتقول هاد الناس مالهم واش مجرمين ولا نصاخ. راه الفقر والعذاب وسميتو. كتشوف السيد مسكين لاوي كيتمشى العقل كاع ما كاين. كنطلبهم من السيد الوزير والسيد رئيس الحكومه حتى هو يدخل على الخط. هاد القرارات الانفراديه ما خصهاش تكون هكذاك، وراه خص شي حل. راه حنا راه لا اله الا الله، راه وليداتنا راه بهذا الحساب هذا راه ما غيقراو ما والو. حتى ضنون والذباح والديسير راه كيشوفوه غير في التلاوه، والله العظيم. ما كناكلوه ولا العصير ولا داكشي باش كديروا لي شهر كتاكلوه غير نتوما الناس ديال الوزاره والاداره. اما حنا راه لا اله الا الله كنخدموا وكنروح هنا 5 ايام عندنا في البلاد كندوزوها في الجحيم حتى يقول لك سير عاوتاني وتجيب لها عقل. والسلام عليكم.